لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. بوينتس اب بيت سيرفيس، تطبيق للاستطلاعات الرأي. بيقولك ان انت طول ما انت قاعد على النت فانت بتدفع فلوس على الانترنت المنزلي وبتدفع فلوس على الانترنت اللي في موبايلك، فانت لازم برضو تكسب. ازاي تكسب؟ احنا ممكن حضرتك نقولك استطلاع رأي، او مثلا رأيك في طريقة الوصول لمكان معين، او في محل معين، او في نادي معين. فانت بتروح تصور لنا المكان، بتقول لنا رأيك، بتقول لنا آراء الناس اللي استخدموا المكان قبل منك، وهكذا. كل الحاجات ديت بتتباع بعد كده لأماكن تانية. يعني أنا مثلا لو عايز أشهر مكان، فأنا معايا تقييم للمكان وتصوير ليه وريفيو تقريبا كامل للمكان، وليكن كافيه مثلا، فهقدر أبيع وأكسب من المعلومات اللي كسبتها عن المكان ده، وهكذا بقى. فحضرتك طول ما انت قاعد على النت ما بتعملش حاجة، ممكن تحمل تطبيق زي كده عشان تاخد منه كوينز، والكوينز دي تتحول لدولارات، والدولارات دي تجيلك على باي بال. طبعا الكلام ده كله جميل جدا، بس في ارض الواقع انت طول ما انت قاعد على التطبيق بيجيلك اعلانات، فالتطبيق بيكسب. طب انت عملت استبيان، ممكن استبيان يبقى ضعيف، اي كلام كده كده، المهم يعني حتى لو عملت استبيان ممكن ناخده ونصفيه او نرشح البيانات او الاستبيانات اللي جات لنا كلها، طلعنا منه واحد ولا اتنين بس هم اللي كويسين. طب هنديك بقى فلوس على كده؟ لا، احنا بنديك كوينز. جمع بقى الكوينز، كل 10,000 كوينز بيديك 10 سنت. يعني انت محتاج 100,000 كوينز عشان تاخد 1 دولار. لو عندك طاقة انك تقعد على الموبايل 10 ساعات عشان تكسب 1 دولار، ده لو كسبتهم يعني، فمعاك ربنا. غير كده، دي نصيحتي ليك، انك متحملش تطبيق، متضيعش لا الداتا ولا وقتك في تطبيق زي كده. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو متعرفش أي حاجة عن التطبيقات وعايز تعرف الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.